حجي أنا بس أريد أبرئ نفسي أمام الناس، لأني ما ظننت أن الرجل يدخل بلسانين ووجهين. الرسول صلى الله عليه وآله يقول: من لقي المسلمين بلسانين ووجهين لقي الله أو أتى يوم القيامة وله لسانان من نار. اسمع أبو عائشة قبل يومين معي أنا شخصيا ماذا يقول عن علي عليه السلام. علي الشيعة لم يقدم شيئا، والذي قدمه أنه قاتل المسلمين في عدة معارك. أيضا لو نظرت إلى الدولة في عهده كانت مضطربة وغير مستقرة أصلا. أيضا هو عطل حدا من حدود الله وهو القصاص، عندما أتوا يطالبونه بالقصاص من قتلة عثمان قال نؤجل الموضوع حتى نشوف الأمر. مفروض أنه يجيبهم إلى طلبهم ولا يتقاعد في هذا الجانب. شفت حجنا؟ علي عليه السلام لم يقدم للإسلام شيئا، وقاتل المسلمين وأعمل السيف في المسلمين وتقاعس عن حدود الله سبحانه وتعالى. الذي يقول يقول عطل وتقاعس عن الحق. نعم. والرسول يقول أقضاكم علي. أرد على يوسف بس خلي أستاذ عمر يكمل مداخلته وبعدين تفضل أستاذ. خلي يكمل، هي مداخلة عمر من الأردن. تفضل. مش هينفع عندما يقول الله سبحانه وتعالى انما وليكم الله ورسوله. اي انا حطيك خلي عمر يكمل. عمر دور عمر. تفضل عمر. انما وليكم الله ورسوله. انا اريد من الاخوه ان يعطوني من هو هذا الولي الثالث الذي ياتي بعد الله وبعد الرسول صلى الله عليه واله ويكون ولي على المؤمنين. من هو هذا الشخص الذي وجب أن يلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويكون بعد الله وبعد رسوله ولي على المؤمنين؟ من هو؟ أعطوني اسمه بس. أبو بكر رضي الله عنه بعد رسول الله. أعطيني الدليل. قال صلى الله عليه وسلم: يأبى الله ورسوله يأبى الله والمؤمن إلا أبا بكر. من القرآن الكريم بنص الآية القرآنية. من القرآن الكريم بنص الآية القرآنية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هل نزلت في أبي بكر؟ عزيزي أنت يا أبو فاطمة، ما دام النبي قدمه فهو المقدم على كل الصحابة. لا أنا بدي القرآن الكريم ونص